مثال. علق الدكتور القدير الصديق العزيز للجميع الدكتور عبد العزيز المقالح على مقدمة الدكتور الماخذي، وقال كلاما جميلا حول المقدمة وحول الشاعر وحول المقدم. في بعد كتبت أسطرت الأزهار من ألوان من زهور البنو والحب، وهذا بالعامية، فظهرت فيه الأغاني، ظهرت فيه الأشياء. فأحسست أنني أن تعرفوا الحس عندنا ما يزال عاميا بمعناه الواسع. الحصيلة الأدبية أو الجمهور الأدبي والمهتم هو جمهور محدود، لكن الجمهور الأغنية البالة النشيدة الزامل جمهور واسع. أحسست بما حصل على هذا المجموعة من تعاون أو اهتمام أنه ربما يجرني إلى الشعبي مباشرة. مرة ثانية فاتجهت إلى الشعر العمودي الحاد، لكن برؤية جديدة، رؤية كنت قد قرأت كثيرا من كتب الأدب ونقد الأدب وكيف يجب أن يكتب الشعر. كانت حصيلتي اللغوية الحمد لله واسعة وجيدة، وبشهادة الدكاترة الذين كتبوا عن الأعمار إلى حد أن صنفت أني خبير لغة. على كل بدأت أكتب وأنا حذر. لماذا؟ كنت أضع أمامي الثنائي، المعادل الثنائي هو الذي هو المتلقي. كنت أضعه أمام نصب عيني من البداية كشريك وكرقيب، لأنه فبدأت أكتب على هذا الأساس، أكتب وأحسب حساب الآخر سواء على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة. الحمد لله كانت النتيجة الحصيلة جيدة إلى حد الآن. كما قلت أنا طبعت من الأعمال الكاملة 9 مجلدات. قلت للأستاذ محمد العربان أنها 8، أكتشف في المكتبة 9 أعمال. وإلى جانب رسالات الماجستير ممكن تصوروا عناوينها إذا أردتوا، الأعمال الكاملة، الرسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه، لأنه من حسن حظي هذا للتوثيق. تمام. احنا في ظرف لا ادري ما سنقدم عليه، من سيسلم، من الذي لا يسلم. فعلى الاقل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. احنا فريق عمل، فأتمنى التوفيق للجميع، وأرجو أن يمد الله في العمر حتى أطبع بقية الأعمال المجلدات ال5. فيه 4 مجلدات إلى حد الآن لم تطبع. فيه كتاب أيضا الجزء الثاني من كتاب على راحة السؤال. على راحة السؤال هذا ما جمعته الصحف المحلية والعربية من لقاءات. فعنوان الكتاب وكان عنوانه فقط على راحة السؤال. شاركت فيه أعتقد في حدود 28 صحيفة محلية وعربية. قيل الكثير، وكنت أتمنى من البدايات أن أجد من ينقدني، يعني من يضع الحروف على النقاط بمحبة صارمة، محبة لا تجامل ولا تظلم. فإلى حد الآن كل ما قيل أنه تمام، وتمام يا أفندم هذه تعودنا عليها في هذا البلد فضرتنا كثيرا. تمام. ما علاقتك بالنقاد بشكل عام؟ قرأت أن أحد النقاد انتقدك في بداية كتاباتك وقال هذا ليس شعرا، ولكنك تقبلت ذلك بصدر رحب واستطعت التمكن من ذلك. رحم الله الأستاذ عبد الوهاب المؤيد. طبعت ديوانين الطريق إلى الشمس، لا الديوانين أصابع النجوم وألوان من زهور الحب في بيروت دار العودة. فقال جاء في صحيفة الأسبوع اللبنانية على أن هذا ما زال يقلد الرصافي والبارودي وشوقي وهذا ويجتر هذا لي.
فأنا حمدت الله إذا كنت أنا مع هؤلاء فأنا في خير. بداية قوية مع العمالقة، مع الكبار. نعم. قالت الصحيفة أن هذا لا يوجد فيه من الشعر إلا ما ندر. تمام. فرحت لأنه عملي قدس البيروت وحلق إلى هناك سواء له أو عليه.